هذه قرية التفاحية، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور، وتتبع لناحية بدامة، وتبعد عنها حوالي 7 كيلومتر في محافظة إدلب، وهي قريبة جدا من لواء اسكندرون. عدد سكانها بحدود 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. فيها جامع عمره 100 عام، بني على يد الحاج إبراهيم آغا رستم، ورستم اسم كردي لا خلاف عليه. وأهل القرية يطلقون على مضافة القرية اسم أوضة، وأوضة كلمة كردية أي الغرفة الكبيرة، اسم كردي أيضا لا خلاف عليه. يعمل سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات، وفيها العديد من الموظفين الحكوميين. فيها معصرة زيتون. وعائلات التفاحية هي عائلة عبدو وزبيدة وصالحة ورستم وخريخيش وبرو كوسة إبراهيم. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جسر الشغور وجبل الأكراد بلغتهم الكردية، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا، وأن نسمي أولادنا بأسام كردية. دمتم أهلنا في قرية التفاحية.